هو ايه هو الديلود وازاي استغله في رمضان؟ اوقات كتير قوي لما بنتمرن بتوصل كده لمرحله انك حتى وانت بتزود في الاوزان مش عارف تزود اكتر من كده، لا ده ممكن كمان يوصل معاك لنتيجه عكسيه وتلاقي الاسبوع اللي بعده اوزانك بتقل. هنا ممكن تكون وصلت للمرحله اللي بتسمى بالاوفر تريننج، وهنا لما بتعمل اجهاد عضلي كبير جدا في نفس الوقت ما بتاخدش الراحه الكافيه. يعني من الاخر بيكون كده في مقارنه ما بين الريت اوف ريكفري اللي هو معدل الاستشفاء والريت اوف اكزيرشن اللي هو معدل الاجهاد العضلي اللي انت عملته. لو معدل الاجهاد عندك عالي قوي والاستشفاء عندك ضعيف فساعتها ممكن يحصل عمليه عكسيه. بتبقى فاكر لما انت تتمرن 6 ايام ورا بعض على طول من غير فترات راحه على طول توصل للفشل العضلي، مفيش اي راحه لمده سنه، ان انت كده هتلاقي نتيجه احسن. لكن في الحقيقه انت محتاج من وقت للتاني تعمل ديلود، ودي حاجه بتتعمل في الميزو سايكل بتاعتك في التمرين، وبتختلف من شخص للتاني بناء على التمرين بتاعه ومعدل الاجهاد اللي هو وصل له. فممكن تعمل ديلود من 4 لحد 12 اسبوع في المتوسط، كل 6 اسابيع يعني كل شهر ونص ممكن تعمل ديلود. وده انت ممكن تستغله في رمضان، انك تاخد اسبوع في نص رمضان وهو انك تقلل من الاحمال بتاعتك، فبتقلل من الانتنستي وكمان من الفوليوم. فالوزن بتاعك لو كنت مثال بتلعب ب 40 كيلو في الشيست بريس ممكن تنزله ل 25 كيلو، ولو بتلعب في السيتس من 3 ل 4 ست فممكن تنزلها من 2 ل 3 ست. خلاصه الديلود ان انا بريح جسمي شويه عشان بعد كده يرجع يتمرن بفانكشن عالي. ولو جربت الموضوع ده وطبعا تكون انت عملت اجهاد كبير قوي الفتره اللي قبليها، وهتتفاجئ ان انت بعد فتره الراحه اوزانك بتتحسن وكمان جسمك بقى فايق اكتر. تمرن في رمضان، خلي بالك على نفسك. سلام.